شغلك اللي بيبني صورتك، طريقتك في الكلام كمان هي اللي بتبني صورتك في الشغل. كتير ناس فاكرة إن أنا شغلي كويس فده كفاية، لكن الحقيقة غير كده. الناس ما بتشوفش شغلك بس، الناس بتشوف إزاي أنت بتعبر عن شغلك وبتوصل شغلك. خليك عارف إن في حاجة اسمها perception versus reality. الرياليتي هي شغلك، البرسبشن هي إزاي الناس شايفة الشغل ده. هديك مثال بسيط جدا. عندك شخصين عاملين نفس الشغل ونفس التاسك، واحد جه يقول لي أنا خلصت التاسك، والتاني جه يقول لي أنا خلصت التاسك وده أثر على كذا وكذا وخلى البروسيس أسرع. من وجهة نظرك مين باين أكتر؟ مين واضح أكتر؟ مين ممكن أثق فيه أكتر؟ الكوميونيكيشن مش كلام بس، الكوميونيكيشن دي طريقة شرحك، ترتيب أفكارك، اختيارك للكلام، والتوقيت اللي انت بتقول فيه الكلام وبتوصل فيه المعلومة. واللي يعرف يوصل شغله بوضوح بيتبني له بريزنس أقوى. افتكر إن مش المهم انت عملت ايه، المهم الناس فهمت ايه من اللي انت عملته. قولي كده، انت بتكتفي بشغلك بس ولا بتعرف توصله صح؟